كل الأخبار اللي أشارت إلى خروج علي علوان من القرمة هي غير صحيحة. اللاعب باقي مع الفريق بشكل رسمي، وإدارة النادي غلقت باب التفاوض مع جميع الأندية لسببين. السبب الأول أن اللاعب ما عنده أي شرط جزائي في عقده ولا يستطيع الخروج إلا بموافقة النادي. السبب الثاني أن اللاعب وصل فقط عقد رسمي واحد واللي هو من نادي السيدية القطري، ومباشرة إدارة نادي القرمة أغلقت باب التفاوض مع النادي القطري وأبلغتهم بشكل رسمي أنه علي علوان ليس للبيع. عقد واحد فقط واصل بشكل رسمي للنادي وتم رفضه. أما العقود اللي تكلموا عنها بمواقع التواصل ونتكلم بالجروبات كلها غير صحيحة. اللاعب باقي بشكل رسمي مع نادي القرمة وإلى نهاية الموسم. إذن علي علوان موضوع احترافه خارج نادي القرمة هذا الموسم تم إغلاقه بشكل كامل من قبل إدارة النادي، ولم يصل أي عرض رسمي إلى النادي الصاعد حديثا إلى دورنا باستثناء عرض نادي السيلية اللي تم إغلاقه بشكل رسمي من قبل إدارة النادي.